حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني والله. النهارده ان شاء الله اجواء الشتاء ظهرت، فهنعمل ايه؟ كيكه الذره، يعني البسيس. يلا تعالوا معايا. زي الكيكه العاديه، كل حاجه بالبيض، اللبن، بحراره المطبخ، وطبعا فاتحين البوتاجاز بقى، الفرن بقاله شويه وقبل ما اشتغل. يلا بينا تعالوا. 4 بيضات، كوباية زيت، كوباية لبن، فانيليا، كوباية سكر، وطبعا السكر حسب الرغبة. هننخل كوباية الدقيق. هنعمل كوبايتين دقيق ذرة وكوباية دقيق. هننزل بدقيق الذرة، كيس بيكنج باودر، يبقى كيس ونص. يبقى عملنا ايه؟ حطينا كوباية دقيق ابيض وكوبايتين دقيق ذرة. يلا بينا. ننزل بالخليط، نضرب بالمضرب عشان ما يبقاش فيك اي تكتلات، طبعا على ناحية واحدة عشان ايه؟ ما تهبطش مننا. بطلنا الصينية وهننزل عليها بالخليط. ما شاء الله، نطلع منها الهواء، مش مشكلة الرخامة، المهم نطلع منها ايه؟ الهواء. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 من نص ساعة لساعة الا ربع. يلا تعالوا معايا. طلعت اهي، وجميلة وعالية وطرية وهشة. نقطع ونشوف مع بعض. جربوها تعجبكم ترويقة يوم الجمعة، وما ننساش نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وخلصت الحلقة ولسه في حلقات كتير. وصفحة كنتم مع ماما.